مرحبا بكم، أنا درية مهران. أهلا وسهلا بكم في بودكاست ضوء الصباح، مساحة صوتية نبدأ فيها كل يوم بكلمة، فكرة أو دفعة أمل. في كل حلقة سأشارك معكم قراءة قصيرة وتأمل بسيط، وربما لمسة من تجربتي الشخصية، لأننا جميعا نحتاج أحيانا إلى كلمة تضيء الطريق أو تذكير بأننا أقوى مما نظن. هذا البودكاست هو دعوتي لكم أن تبدأوا يومكم بقوة، بسلام داخلي وبثقة في أنفسكم. تابعوني يوميا وخلونا نكبر ونقوى مع بعض يوما بعد يوم. اليوم أشارك معكم مقتطفات من كتاب في دايرة الرحلة: الحب، الوعي، الأحلام، للدكتور محمد طه. المقدمة: الوعي رحلة، والحب رحلة، والحلم رحلة. كل رحلة فيهم بتبدأ بحدث غير متوقع، مفاجأة غير محسوبة، وتنتهي بولادة جزء جديد فيك وموت جزء قديم لم يعد له مكان وسط هذا العالم. بتمر باختبارات شديدة، تواجه غدر وخيانة البعض، وتطمئن بوفاء وصدق البعض الآخر. حد يربط على كتفك ويقولك أنا مصدقك ومصدق فيك، وحد يقف قصادك ويقولك يا أنا يا أنت. تبدأ علاقات وتنتهي علاقات أخرى، تسلك طرقاً وتهجر طرقاً أخرى، وتخوض مخاطرة في كل خطوة. الثلاث رحلات بيتقابلوا وبيتقاطعوا وبيكملوا بعض عندك بداخلك. هذا الكتاب عن الحب والوعي والأحلام، عن الحب بحقيقته وعمقه وأصدق ما فيه، عن الوعي بمستوياته وطبقاته ومحتوياته، وعن الأحلام بأنواعها ووظائفها وبعض معانيها. في الحب هتعرف أنت بتختار مين وليه، إشمعنى الشخص ده بالذات وفي الوقت ده تحديدا من حياتك. هتقدر تفرق ما بين 4 أنواع من النساء و4 أنواع من الرجال في العلاقات وفي الحياة، وكل نوع منهم بيقول إيه عن صاحبه وعن الشخص اللي بيميل وبينجذب ليه. وهتتعرف على أهم ما يمكن أن تقدمه وأولى ما يمكن أن تطلبه في أي علاقة مع أي حد. في الوعي هنفتح مع بعض 7 أبواب ل7 مستويات مهمة جدا وغنية جدا من وعيك ومن عقلك. هنشوف بتفصيل مشوق كل مستوى منهم إيه اللي موجود فيه ومن إمتى، وهل يخصك وحدك ولا في حد تاني بيشاركك في بعض محتوياته. هنكتشف ومن خلال حالات وقصص حقيقية معنى الأحداث اللي بتحصل مع بعض، لكنها مش صدفة. معنى إنك تسمع كلمة من حد أنت محتاج تسمعها في التوقيت ده بالضبط، أو تشوف حلم يوصل ليك رسالة معينة أنت مستنيها، أو تقابل فلان اللي كنت لسه بتفكر فيه قبلها، أو يحصل نفس اللي كنت حاسس بيه فورا. هنكشف الصراع الداخلي الموجود جوه كل حد فينا بين الكآبة والكسل والخوف والاستسلام واليأس من ناحية، وما بين البهجة والحركة والطمأنينة والشجاعة والأمل من ناحية تانية. وفي الأحلام هنفهم إحنا بنحلم ليه وإزاي وإيه اللي هيحصل لو ما حلمناش. هنعرف إننا كلنا بنحلم كل يوم حتى لو مش كلنا بنفتكر أحلامنا، وإن كتير غيرنا من الكائنات كمان بتحلم. وهنشوف بأمثلة متعددة كل حلم جاي منين وعاوز يقول إيه، ومعنى إنك تشوف حلم ويتحقق. هنحاول نفهم بعض الرموز ونفك بعض الشفرات بشكل علمي مبسط وواضح. وهنقف وقفة طويلة عند نقطة التقاء الحب بالوعي والأحلام، هنستعرض فيها إيه الحقيقي وإيه المزيف، وهل كل اللي بتشوفه وبتحسه وبتستقبله حقيقي وواقعي. هنرفع الستار عن جانبك المظلم، ظلك اللي أنت نفسك ما تعرفش عنه حاجة، لكنه ممكن يكون بيحركك وبيتحكم في أفعالك من غير ما تاخد بالك. وهنتأكد بما لا يدع مجالا للشك إنه كله منك. وفي الآخر هنتقابل في رحلة الألف وجه اللي هنمشي خطواتها مع بعض، وهنقتفي أثر من سبقونا فيها معا، وهنكتشف بكل المفاجأة والذهول إن في دايرة واحدة بتجمعنا كلنا، دايرة واحدة بيطوف داخلها كل البشر، دايرة واحدة بتخرج منها كل الأحلام، دايرة واحدة بينجدل فيها الوعي مع الحب ومع الحياة. هذا الكتاب كالحلم، مكتوب بنفس الطريقة اللي بنحلم بيها. احنا بنحلم حوالي 20 دقيقة كل ساعة ونص من النوم، ثم يتم عمل مونتاج عقلي قبل الاستيقاظ بثواني يعيد ترتيب مشاهد الحلم ليصنع منه حكاية واضحة متسلسلة مفهومة المعنى. علشان كده هتلاقي فصول عن الحب بينها فصول عن الوعي
تتخللها فصول عن الأحلام، ثم المونتاج العقلي المفاجئ الأخير. هذا الكتاب كالحب، تقترب منه ويقترب منك، تلمسه ويلمسك، تحتضنه بعقلك ويحتضنك بين سطوره وصفحاته. علشان كده عناوين بعض فصوله هي أسماء أغنيات مشهورة وجميلة، وهقترح عليك تقرأ بعض فقراته على ألحان مقطوعات موسيقية مؤثرة، وأرجو أن يستطيع الكتاب عزفها على أوتار قلبك. هذا الكتاب كالوعي، طبقات ظاهرة وطبقات باطنة، كلما تعمقت كشفت ورأيت. علشان كده هتتكرر فيه كلمات كتير زي مستويات، أو تعالى ننزل نغوص أكتر، أو افتح عينيك. لا أنصح بقراءة الكتاب في جلسة واحدة، الكتاب محتاج تأني وهدوء وتفكير عميق. بعض الفصول تكاد تكون كتابا كاملا، خد وقتك واهضم براحتك مع مزيج من موسيقاك المحببة ومشروباتك المفضلة. انت أمام وجبة نفسية وعقلية وروحية دسمة، مكتوبة في معظمها باللهجة المصرية الحديثة لتبسيط وتسهيل فهم واستيعاب معلومات بعضها معقد للغاية. هذا الكتاب ليس عن الآخرين، هذا الكتاب عنك ومن الداخل، من الأصل. هذا الكتاب هو خطوة جديدة في رحلتي معاكم ورحلتكم معايا، حيث بدأنا ومشينا ووصلنا هنا معا. قبل أن تقرأ هذا الكتاب قل وداعا للعالم كما تراه وتعرفه، ثم أهلا لعالم جديد ومختلف تماما. وداعا ثم أهلا. الفصل الأول: حواء، هيلينا، مريم، صوفيا. نورها لا يكتمل إلا في وجود ظلها، ونهارها لا يخرج إلا من رحم ظلامها. في 4 أنواع من النساء في عقلية الرجل، أو بالأحرى على حسب عقلية كل رجل. النوع الأول هو المرأة اللي بتمثل ليه العطاء وبتمده بالإحساس بالأمان، بتغرقه بحبها وعطفها وقربها، بيكون في بؤرة اهتمامها ومركز رعايتها وكامل انتباهها. النموذج الأول لهذه المرأة طبعا هي الأم، أو من يقوم بدورها لاحقا. النوع الثاني المرأة اللي بينجذب ليها، اللي بيعجب بجمالها وجسمها وشكلها، اللي بتداعب أحلامه وخيالاته. وفي النوع الثالث وهو المرأة اللي بيحبها حب عذري وروحاني، حب بيتجاوز شهوة الجسد وبيتخطاه، بيكون عاوز قربها وودها ووصلها فقط، مش عاوز منها علاقة جسدية، لكنه عاوز قربها وودها ووصلها. بيحلق معاها في عنان السماء، وبتفضل بالنسبة لي طول الوقت خارج نطاق الرغبة. النوع الرابع والأخير هو المرأة الحكيمة، ودي هو مش بس منجذب ليها جسديا فقط، ولا مجذوب ليها روحيا فقط، هو معجب بيها كلها على بعضها، مشدود لجمالها، مبهور بعقلها، مهووس بروحها. هنا في متعة جسدية وعقلية ومتعة روحية، بيلاقي متعة في الحوار والنقاش معاها، ومتعة في تبادل الأفكار بينه وبينها، متعة في الاكتشاف والتعلم والتطور في صحبتها. أحيانا بيخوضوا مع بعض نقاشات فلسفية وإبداعية عالية جدا، ساعات يتكلموا في الفن، وأوقات بيتحاوروا في الأدب، ياخدوا ويدوا في العلم والثقافة والدين والحب. يحصل ما بينهم نشوة عقلية، وهما رفقاء جسد ورفقاء روح في نفس الوقت. المرأة الحكيمة هنا مش معناها تقدم السن أو الانفصال عن الجوانب الأنثوية. الحكمة هنا معناها إن كل الصفات السابقة دي بتبقى موجودة في امرأة واحدة، امرأة قدرت تجمع ما بين الصفات الأرضية البيولوجية والصفات العقلية والروحية. امرأة ذكية وفي نفس الوقت لها القدرة على الدهاء، امرأة لينة لكنها تستطيع القسوة أحيانا، طيبة لأنها اختارت أن تكون طيبة، امرأة قريبة لكن حدودها واضحة، وامرأة لا يمكن اختزالها في جسمها فقط أو عقلها فقط أو روحها فقط. امرأة منحتها الحياة جاذبية، وصبغتها التجربة حكمة، وصنعت منها الأيام سبيك الذهب برغم كل الشوائب. نعيد بقى صياغة الكلام تاني: على حسب درجة النمو النفسي والنضج العقلي لكل رجل، فهو بينجذب لأحد هذه الأنواع. في رجل بيدور على من تقوم معه بدور الأم، عطاء بلا حدود، حب، سماح واحتواء غير مشروط، واهتمام ورعاية وتفاني فوق المعقول. في رجل بينجذب للجسد،
آخره هو المتعة الحسية. في رجل بيبحث عن امرأة يقدسها، يعتبرها كائنا نورانيا روحانيا وشفافا، لا يرى منها إلا الصفاء والنقاء والبراءة التامة، لا ينظر إليها إلا لأعلى، ولا يدنس علاقته بها بأي هوى. وفي راجل بيرى في المرأة أرضها وسمائها، يحب ملائكيتها ويعشق بشريتها، ذكائها بيثير فيه نشوة عقلية، وجمالها بيثير فيه نشوة حسية، والانسجام معاها بيثير فيه نشوة روحية. يحترم عقلها وفكرها زي ما بيحترم اندفاعاتها وجنونها، بيستوعب حنانها وضعفها زي ما بيستوعب تقلباتها وغضبها، بيقبل زلتها وأخطائها زي ما بيعجب بنورها وتوهجها، بيحضن طفولتها علشان تحضنه حكمتها. علم النفس التحليلي سمى الأولى حواء، والتانية هيلينا، والتالتة مريم، والرابعة صوفيا. حواء المرأة في صورة الأم، هيلينا نسبة إلى هيلينا في قصة طروادة، جميلة الجميلات آخذة الألباب وسارقة القلوب. مريم نسبة إلى السيدة مريم العذراء، امرأة مقدسة روحا وذي الجسد، وتسمو وتتفرد فوق البشر. صوفيا وتعني الحكمة باليونانية القديمة، وهي امرأة تجمع ما بين العقل والروح والجسد. اللي بيدور على حواء بيفضل طفل صغير طول عمره، لأنه بيدور على أم مش زوجة. واللي بيدور على هيلينا بيسجن نفسه في جسمه وغرايزه للأبد، وده غالبا بيفقد الشغف والحب والرغبة بعد شوية، وقد تتحول مشاعره وانجذابه إلى العكس تماما، أحيانا لكراهية وربما عنف. اللي بيدور على مريم صعد خطوة مهمة في سلم النمو النفسي، تجاوز عقدة الأم وتحرر من قيد الجسد. ده بيعرف يفرق ما بين الحب وما بين الرغبة، وبيقدر يميز ما بين الوصل وما بين النزوة. بيعرف يعمل علاقة حب رومانسية، وبيعرف يعمل علاقة صداقة وأخوة نقية وصافية. أما اللي بيدور على صوفيا فبيلاقي معاها المعنى الحقيقي للحياة، فهي مصدر الجمال والإلهام والإبداع، وملتقى الجسد والعقل والروح. وهذا الرجل هو أنضجهم وأرقاهم، لأنه فهم بشرية المرأة بكل جوانبها، فذاق حلوها وتعلم من مرها. خلي بالك، صوفيا مش ملاك. صوفيا استمدت حكمتها من رحلتها البشرية ومعاناتها الإنسانية. صوفيا غرست في الوحل وهي بتتشكل للحياة. نورها لا يكتمل إلا في وجود ظلها، ونهرها لا يخرج إلا من رحم ظلمها. صوفيا إيديها طايلة السحاب، لكن رجليها مزروعة في الأرض. افتح عينيك وشوف كده، هتلاقي إن كل واحدة من دول ليها صورة معينة وأوصاف خاصة في الفن والدراما والشعر والأغاني. الأولى حواء، بيتغنى لها أغاني زي عارفة، مش عارف ليه متونس بيكي، وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. التانية هيلينا بيتعمل لها أغاني زي زيديني عشقا زيديني، ما عادت خارطة العالم تعنيني، وكثير من الأغاني اللي انتوا عارفينها واللي هي الأغلب والأعم. التالتة مريم بيتغنى لها هو انت من باقي البشر ولا انت من أهل القمر. والرابعة صوفيا بيتغنى لها إلا أنت يا امرأة أعطتني الحب بمنتهى الحضارة، وحاورتني مثلما تحاور القيثارة، تطير كالحمامة البيضاء في فكري إذا فكرت، تخرج كالعصفور من حقيبتي إذا أنا سافرت. غمض عينيك تاني كده، كل واحدة منهم ليها صورة معينة في العقل الباطن، وليها شكل وتجسيد مختلف في الأحلام. يعني في 4 صور للمرأة في أحلام الرجل. حواء بتظهر في صورة أم أو شخص مهتم وراعي ومحتضن ومعطاء. هيلينا بتظهر في صورة امرأة مغوية أو امرأة شريرة بتعمل سحر وأعمال. مريم بتظهر في شكل امرأة عذراء أو مصدر للإلهام أو التقديس. وصوفيا بتظهر في شكل امرأة تبدو عليها الحكمة، بتجاوب على سؤال، بتدي نصيحة، أو بتدل على اتجاه. أحيانا تعبر الشجرة في الحلم عن المرأة، وأحيانا القطة والنمر والفراشة والسفينة
أو المركب، والبحر أو المحيط. ودي بعض المعاني والتفاسير وليست كلها. مش بس كده، ده كل واحدة فيهم ليها كمان تجسيد في العقل الجمعي. يعني لما أقول كريمة مختار هتعرف على طول إنها تجسيد لحواء في عقلنا الجمعي، ولما أقول هند رستم أو مارلين مونرو هتفهم بسهولة إنها تجسيد لهيلينا، ولما أقول السيدة مريم الصورة واضحة جدا طبعا. وكليوباترا تجسيد عقلي جمعي مصري حي لصوفيا، اللي فيها الذكاء والدهاء، الغريزة والأنوثة، العقل والحكمة، الخير والشر، التفرد والعادية. هتلاقي في عقلك صور وتجسيدات تاني طبعا، من أول الست أمينة رزق مرورا برؤى وانتهاء بربعة العدوية. تقدر تخمن طبعا مين وفين. بمناسبة العقل الجمعي، ممكن جمهور معين أو مجتمع معين أو ثقافة معينة تعمل من امرأة ما نموذجا من الأربعة. تعمل بمعنى تعمل، تصنع، تخلق وتضغط عليها في اتجاه هذا النموذج، أحيانا بموافقتها ومباركتها، وربما رغبتها هي أيضا، لغاية ما تلبس هذا النموذج وتتحول ليه وتتسجن فيه وتفقد هويتها هي نفسها داخله. أشهر مثال على ده مارلين مونرو، اللي كان أحد أسباب انتحارها فقدانها لهويتها الحقيقية. تفتكر رد فعل الجمهور كان هيبقى إيه لو قامت السيدة كريمة مختار بدور امرأة شريرة أو امرأة غير سوية السلوك؟ أو رد فعل الجمهور لو لعبت فنانة اشتهرت بأدوار الإغراء دور على الجانب الآخر تماما؟ ده اسمه السوشيال بريشر، وده حكاية كبيرة قوي. طبعا ممكن الرجل يطلب أو يلح أو يضغط على امرأة إنها تصبح مغايرة لحقيقتها، وهنا يبقى بيشوهها وبيطمس هويتها وبيفقدها في النهاية. افتح بقى عينيك تاني بس على الآخر، كل واحدة من دول بتمثل مرحلة من مراحل تطور الجانب الأنثوي الموجود داخل كل رجل. صفات اللين والحنية والقرب والمودة والإبداع اللي اتكلمنا عنهم في أحد فصول كتاب علاقات خطرة. يعني أنت كرجل تنجذب للمرأة التي تشبه درجة تطور أنوثتك النفسية الداخلية. معلش التعبير ده مش معتاد شوية. مش بس كده، ده كل واحد منهم هي كمان مرحلة من مراحل تطور الإنسانية والحضارة. الإنسانية والحضارة تصور نتكلم عن تفاصيل ده بعدين. السؤال المنطقي دلوقت وبعد ما تقرأ الكلام ده تاني بهدوء، يا ترى انت كرجل موجود حاليا في اي مرحلة من مراحل تطورك النفسي؟ بتميل لإيه؟ بتدور على ايه اللي بيجذبك وبيشدك وبيغويك؟ يا ترى انت كأنثى مين في دول؟ او عاوزة تبقي مين في دول؟ عاوزة تبقي حواء ولا هيلينا ولا مريم ولا صوفيا؟ مين يا ترى؟ الفصل التاني، تيجي نطلع الهرم تحس انك واقف فوق جبل حياتك وباصص على عمرك اللي فات من فوق بابتسامة رضا. عالم النفس المعروف إبراهام ماسلو ورفاقه وصفوا 8 طبقات أو مستويات من الاحتياجات النفسية سميت فيما بعد هرم ماسلو للاحتياجات. أولها وأهمها للبقاء والحياة الاحتياجات الفسيولوجية physiological needs. تليها ولا تقل عنها أهمية الاحتياجات الخاصة بالأمان safety needs، أمان سلامة الصحة، الأمان المادي، الأمان النفسي، الأمان الشخصي على نفسك وممتلكاتك. طبعا بعدها أنت محتاج تحب وتتحب، محتاج حد تثق فيه ويثق فيك، محتاج تتشاف وتتقبل وتحترم، تنتمي لحد أو لمجموعة من البشر، محتاج تحس بدفى وجودك في عائلة، محتاج علاقات عاطفية ورومانسية، محتاج أصدقاء. دي طبقة للاحتياجات الاجتماعية أو الاحتياج للحب وللانتماء love and belonging needs. عدم إشباع الاحتياجات دي بيعمل مشاكل نفسية كتيرة جدا. يجي الدور بعد كده على الاحتياج للتقدير، إنك تحس إنك متقدر من اللي حواليك، وإنك كمان تبقى مقدر نفسك وحاسس بيها ومديها حقها. يوصل لك إن اللي معاك واللي حواليك حاسس بقيمتك وقدرك ومكانتك في الشغل، في البيت، في الشارع، في أي سياق أنت موجود فيه. وأنت كمان تحس بقدراتك وإمكاناتك ومناطق قوتك، تحس باستقلاليتك وتفردك، تحس إنك كفاية. وده اللي يوصلك بعد شوية لما يعرف بالثقة بالنفس أو أنا
أستاهل esteem needs. بعد ما تشبع كل الاحتياجات دي بيجي الدور على مجموعة أرقى وأعلى من الاحتياجات. في حاجة اسمها الاحتياجات المعرفية cognitive needs. الاحتياج للتعلم، للاكتشاف، حب الاستطلاع والفضول، احتياج انك تفهم وتعرف وتبدع، احتياج ان اللي بتعرفه واللي بتعيشه واللي بتمر بيه يكون ليه معنى. في بعد كده احتياجات جمالية aesthetic needs. احتياج إنك تشوف وتحس بالجمال اللي حواليك، أو بوصف أدق تعرف تطلع وتستخلص وتتذوق الجمال اللي حواليك، تستمتع بجمال الطبيعة، ألوان الحياة، تشوف الجمال في علاقة أم بأولادها، أو في تشققات إيد أب اتحفرت فيها خطوط إخلاصه، تحس الجمال في شجرة ثابتة بشموخ أمام الرياح، أو في دندنة عمال البناء بنغماتهم الحماسية وهم طالعين على السقالة، تلمس الجمال في عيون الأطفال البريئة الشقية وتحسوا في الألم الإنساني الشريك. وهنا بتلاقي الفن والموسيقى والأدب والرسم وغيرهم، واللي بتشبع عنده كل المستويات والطبقات دي من الاحتياجات بيوصل لمستوى جديد ومختلف اسمه تحقيق الذات self actualization. يعني حضرتك تجتهد وتعافر، تواجه المصاعب وتتخطاها، تقبل التحديات وتتجاوزها، تتحرك وتختلف وتبدع، وتحقق في الآخر اللي انت أردته، تصل إلى ما سعيت إليه وتبقى أفضل نسخة من نفسك، تكون كما تحب أن تكون، إنسان ناجح، شخص مبدع، مدير محبوب، أب أو أم عامل اللي عليه. متخيل الإحساس ده عامل إزاي؟ تحس إنك مليان من جواك، تحس إن نفسك أكبر من الدنيا وإن صدرك أوسع من الحياة كلها، تحس إنك واقف فوق جبل حياتك وباصص على عمرك اللي فات من فوق بابتسامة رضا. وأخيراً، وبعد هذا الامتلاء النفسي الداخلي والوصول لتحقيق نفسك، توصل لآخر طبقة من الاحتياجات الإنسانية وأعلى وأرقى مستوى من مستويات الوجود اللي عنده أنت بتبدأ تخرج بره نفسك وتتجاوز حدود ذاتك. المستوى ده اسمه فعلا تجاوز الذات self transcendence. تجاوز الذات هنا ممكن يكون في اتجاه حد تاني غيرك، آخر أو آخرين، يعني تفضل غيرك على نفسك، ودي حاجة مختلفة عن إنك تبخس نفسك حقها. تسمو فوق صغائر المواقف والعلاقات، وده شيء مختلف عن إنك تتنازل عن حقك، تضحي بنفسك في سبيل غيرك، وده شيء مختلف عن إنك تلعب دور الضحية. هنا مساعدة الآخرين، هنا إنكار الذات، وهنا طبعا التضحية بالنفس من أجل معنى أو قيمة أو إيمان. ممكن تجاوز الذات يكون مش بس في اتجاه حد تاني غيرك، لا ده يكون في اتجاه ما هو أرقى وأعلى وأسمى، إنك تخرج بره حدود نفسك في اتجاه الكون، إن روحك تطفو وتعلو وتحلق في سماء الوجود، إنك تسلك الطريق الصاعد والمتصاعد نحو الله عز وجل، إن عقلك يتغذى على الجمال وقلبك ينبض بالرضا وروحك تبقى أوسع من الكون. هنا الأخلاق في أسمى درجاتها، والروحانيات في معناها الحقيقي، والأديان في عمقها وحقيقتها. اللي يوصل لده بيكون وصل، واللي بيحس بده مش بيحس بحاجة أجمل منها. طبعا في نقاشات وجدالات حوالين ترتيب الاحتياجات دي، وهل علشان نوصل لمستوى لازم نشبع المستوى اللي قبله ولا لأ، وهل لازم إشباعهم يكون بنفس الترتيب ولا مش لازم. بس كل ده في رأيي نقاط جانبية بجانب الفكرة الأساسية. إيه الجديد في كل اللي أنا قلته ده؟ ولا أي حاجة، ده كلام قديم ومعروف واتكتب وبيتكتب عنه كل يوم، وبكلمات وصياغات وأمثلة أفضل 1000 مرة. أمال أنا كاتب الكلام ده ليه؟ أقول لك بس ما تزعلش مني، دي كانت المقدمة. والله مقدمة طويلة بس لابد منها علشان تمهد الطريق للكلام اللي جاي، وتفتح طيات وثنايات عقلك لفهمه واستيعابه بشكل بسيط وواضح. شوف يا سيدي، كل حاجة من دول ممكن تتعامل على مستوى واحد أو أكتر من المستويات اللي فوق، وتشبع احتياج واحد أو أكتر من طبقات الاحتياج
اللي شرحتها. ممكن الحب والإحساس بيه يقف فقط عند إشباع احتياجك للحب، لكن في حب بيشبع كمان احتياجك للأمان لما تحب حد وجوده طيب وهادي ومطمئن. وفي حب بيشبع مع احتياجك للحب والأمان، بيشبع احتياجك للتقدير والثقة بالنفس لما يكون حبيبك بيشوف وبيفهم وبيهتم وبيقدر. وفي حب بيشبع مستويات أرقى وأعلى. ممكن تحب حد يحفز ذهنك وينشط عقلك ويفتح عليك من جواك أبواب الوعي والمعرفة، الوعي بنفسك وبغيرك وبالعالم، ومعرفة واكتشاف نفسك وغيرك والحياة. ممكن تحب حد يفجر ينابيع الجمال من جواك، يخليك تشوف الجمال في نفسك والجمال اللي حواليك، الجمال في الدنيا كلها. حب يلون عينيك ويلون روحك، حب يشبع احتياجاتك الجمالية زي ما بيشبع احتياجك للحب والأمان والتقدير والمعرفة. في كمان حب يساعدك تحقق ذاتك، يخليك تشتغل وتفعل كل إمكاناتك. وفي حب يهون الصعب ويملاك طاقة وأمل، حب يخليك تتفرد بعد ما كنت متطبق وتنسجم بعد ما كنت نشاز. هو مش كل حب بيعمل ده كله يا دكتور، لا طبعا. ممكن حب يعمل كده في الأول، لكن يقل ويخفت بعد كده، يقع منه مستوى ورا التاني وتختفي طبقة تحت طبقة لغاية ما يبقى حب مش بيشبع حتى احتياجك للحب. وعلى الجانب الآخر في حب مش بس بيشبع كل مستويات وطبقات الاحتياجات اللي فاتت، الأمان والحب والتقدير، تحقيق الذات والمعرفة والجمال، لا، ده بيوصل بيك لتجاوز ذاتك وتخطي حدود نفسك وخروجك بره دايرة حواسك. حب يخليك تحب الناس وتساعدهم وتؤثرهم على نفسك، حب يوصل روحك بالكون ويوصل قلبك بخالقه مباشرة. مش كل حب بيشبع الاحتياج للحب، وفي حب بيتجاوز كل معاني ومستويات الحب. تصور بقى نفس اللي قلناه على الحب نقدر نقوله على الأكل والشرب والصداقة والجواز والشغل والفن والعلم والدين وكل حاجة. ممكن علاقتك بالأكل تبقى عبارة عن إشباع غريزة الأكل فقط، وممكن علاقتك بالأكل تجمع كل طبقات الاحتياجات الإنسانية وتحتوي جميع مستوياتها وتتجاوزها وتتحول لعلاقة أوسع مع الشجر والمطر والكون وربنا. ممكن علاقتك بالدين تبقى مجرد انتمائك لمجموعة ناس شبهك فقط، وممكن تبقى طريق ممهد يصل بينك وبين خالقك مرورا برحلة وتفاصيل حياتك. ممكن علاقتك بحد تشبع كل مستويات احتياجاتك النفسية، وعلاقتك بحد تاني تختزلها وتختزلك معاها. بص بقى على هرم ماسلو تاني وفكر في أي حاجة بتعملها وأي حاجة مصدقها. اسأل نفسك، هو ده بيشبع عندي إيه؟ أوله فين وآخره فين؟ بيملى جوايا أي مستوى من احتياجاتي؟ مستوى واحد ولا اتنين ولا أكتر ولا كلهم ولا مفيش؟ طب بيملى احتياجاتي بشكل مؤقت ولا على طول؟ يا ترى امتلاء حقيقي ولا امتلاء زائف؟ بيخليني أفكر وأفهم وأتعلم وأستوعب؟ بيفتح عيني على الجمال؟ طيب بيوصلني بنفسي؟ طيب بيوصلني بالكون؟ بيوصلني بربنا؟ طيب حواء موجودة على أي درجة من الهرم؟ وهيلنا فين؟ ومريم وصوفيا؟ مش لازم تجاوب دلوقتي. أمال أعمل إيه يا دكتور؟ أنا دماغي لفت. عارف تعمل إيه؟ تحس بكل خلية فيك الكلام ده نفسه وصل بيك لحد فين. الفصل الثالث، لو بطلنا نحلم. حتى الجنين في بطن أمه بيحلم. الإنسان الأول زمان لقى إنه بيحصل له حاجة غريبة جدا، بيخرج يصطاد بالنهار يوفر قوت يومه ليه ولعيلته، يواجه ويصارع ويحارب المعتدين على أرضه أو قبيلته، يزرع ويحصد لو كان موجود جنب النهر، يدور ويحفر آبار لو كان عايش في منطقة صحراوية. وبعد ما الشمس تغيب ونور النهار يروح ويحل الظلام وتترصع السماء بالنجوم، يلاقي جسمه بيتعب شوية وعضلاته بترتخي شويتين، يفاجأ إن قواه بتخور تدريجيا أمام ظاهرة غريبة وعجيبة، وإن بأسه بينهار ببطء بفعل قوة غير مفهومة وغير معلومة المصدر تتسرب إليه من داخله وتتخلل وجوده وعقله وجسده وتهزمه وتطرحه أرضا. هكذا بكل بساطة ودون أدنى مقاومة قوة ساحقة ماحقة اسمها
النوم، بيغيب عن الوعي وبينتقل لحالة أخرى من الوجود، مش فاهم إيه اللي بيحصل له ولا ليه ولا إزاي. لغز بمعنى الكلمة. مش بس كده، في لغز أكبر وأعجب، وهو اللي بيحصل للإنسان ده أثناء حالة النوم. بيشوف حاجات وهو مغمض عينيه، بشر وحيوانات وكائنات مختلفة، بيسمع أصوات مش موجودة حواليه، صراخ وضحك وكلام وحديث، بيطير وبيعوم وبينتقل لأماكن تانية، ممكن يحارب، ممكن يحقق بعض أمنياته أو يواجه بعض مخاوفه، يتكلم ويرد أو يروح ويجي، ويفاجأ بعد شوية وقت إنه بيفتح عينيه وإن نور الشمس رجع، وإن جسمه دبت فيه الحياة مرة أخرى، وإن رحلته الليلية الغريبة انتهت، وإن كل اللي حصل له حصل وهو في مكانه لم يتحرك منه، وإن زائر الظلام قد خلى عنه. الإنسان القديم كان عاجز تماما أمام الظاهرة دي، عاجز عن فهمها وعاجز عن تفسيرها وعاجز عن فعل أي شيء تجاهها إلا الاستسلام ليها ومعايشتها، ثم رسمها والتعبير عنها بأدوات بدائية جدا على جدران الكهوف، ثم المعابد، ثم المراكز البحثية. علشان نوصل النهاردة لعلم كبير جدا فوق ما يمكن أن تتخيل، اسمه علم النوم. وعلم آخر أكبر وأوسع وأغرب لا يكف عن إدهاشك وإثارة فضولك واستغرابك وإعجابك، اسمه علم نفس الأحلام. واللي قال لنا إحنا بنحلم ليه وبنحلم إزاي وبنحلم بإيه، فتح لنا أبواب هذا العالم السحري اللي بنزوره كل ليلة، وكشف لينا جوانب تلك المغامرات الدرامية اللي بناخدها بعيون ترى وهي مغلقة، وأذان تسمع وهي مصمتة، وأجساد تطير وهي لا تتحرك من مكانها. كشف لينا معانيه ورموزه وفك لينا بعض شفراته. ما تيجوا نشوف. خلينا نتفق على حاجة أساسية ومهمة، كلنا بنحلم كل يوم وكذا مرة. كونك تفتكر الحلم أو ما تفتكرهوش ده موضوع تاني، لكن وبكل تأكيد كلنا بنحلم كل يوم لمدة 20 دقيقة كل ساعة ونص، يعني بنحلم حوالي ساعتين كاملتين كل ليلة. حضرتك بتقضي ما يعادل 6 سنوات من عمرك بتحلم مش مجرد نايم، احنا بنقضي ما يعادل 25 سنة من حياتنا نايمين، ده في حالة متوسط عمر 75 سنة. ومش بس احنا البشر اللي بنحلم، ده الحيوانات كمان بتحلم. تصور، كل الكائنات ذات الدم الدافئ بتحلم، القطط، الكلاب، الحصان، والجنين في بطن أمه بيحلم. والله الجنين بيبدأ يحلم ابتداء من الشهر السادس. طب وهم عرفوا منين يا دكتور؟ عرفوا منين إن الحيوانات بتحلم وإن الجنين بيحلم؟ أقول لك، الأحلام بتحصل في مرحلة معينة من النوم اسمها مرحلة حركة العين السريعة. بنقدر نعرف إن شخص ما أو كائن ما بيعدي في نومه بيها عن طريق جهاز إلكتروني معين بيقيس نشاط المخ أثناء النوم. طول ما المرحلة دي موجودة وشغالة يبقى إحنا بنحلم. المرحلة دي مدتها 20 دقيقة كل ساعة ونص من النوم. للتبسيط الشديد، أي كائن بيعدي بالمرحلة دي أثناء نومه يبقى بيحلم، وأي كائن مش بيعدي بيها أثناء النوم مش بيحلم. عن طريق قياس نشاط المخ أثناء النوم بالطريقة دي وبطرق تانية قدرنا نعرف إن القطط بتحلم، والفئران بتحلم، وكل الكائنات ذوات الدم الدافئ بتحلم. والجنين بيبدأ يمر بالمرحلة دي أثناء نومه ابتداء من الشهر السادس. وأم الجنين، الأم الحامل، بتحلم ضعف عدد الأحلام اللي بتحلمها وهي مش حامل، وكأنها بتحلم لنفسها وللي في بطنها. مذهول؟ طيب أذهلك أكتر، احنا مش بس عرفنا إن كل دول بيحلموا، ده احنا عرفنا بيحلموا بإيه كمان. عرفنا القطط بتحلم بإيه والفئران، وطبعا الإنسان عرفنا بيحلم بإيه. طب وده عرفنا إزاي؟ خد عندك يا سيدي، في منطقة في الجزء الخلفي من المخ، المنطقة دي وظيفتها إنها تشل حركة جسمك وإنت بتحلم، تخلي عضلاتك مرتخية وغير قادرة على الانقباض والحركة. وإلا عارف لو المنطقة دي ما اشتغلتش إيه اللي ممكن يحصل؟ أيوة بالظبط،
هتمشي وانت نايم، هتقوم تنفذ حلمك وانت بتحلم بيه، هتبقى عامل زي اللي لابس نظارة الواقع الافتراضي virtual reality، عمال تضرب وتخبط وتلوح بإيديك ورجليك، واللي حواليك مش فاهمين هو إيه اللي بيحصل. المهم لما بنقوم بتدمير أو إيقاف وظيفة المنطقة دي عند أي كائن ونحرره من الكنترول بتاعها، بنقدر نعرف، أو بالأحرى بنشوف بعينينا، هو بيحلم دلوقتي بإيه. لقينا القطط بتحلم إنها بتطارد وبتصيد وبتاكل، ولقينا الفئران بتحلم إنها بتجري وبتستخبى وهي خايفة. وهنتكلم عن أحلام البشر بعدين. عارف مين مش بيحلم؟ السمك مش بيحلم، والزواحف وبعض الأدوية ممكن تخلي الإنسان ما يحلمش، بس في الحقيقة دي حاجة خطر جدا. إنك ما تحلمش ده ممكن يهدد حياتك وممكن يؤذي مخك. تسمع عن ذاكرة السمكة؟ السمكة ما عندهاش ذاكرة طويلة الأمد، فقد القدرة على تخزين المعلومات لفترة طويلة ثم استرجاعها، علشان كده مش بتتعلم. ودايما كل أجيال السمك الحالية والسابقة والقادمة بتقع في نفس الغلطة، وبتسلك وبتسلم نفسها لنفس الطعم بنفس الطريقة. الشبكة والسنارة. اللي مش بيحلم مش بيتعلم. مش بس كده، إحدى وسائل التعذيب اللي كانت معروفة أيام النازية هي الحرمان من النوم. إنك تجيب حد وتسيبه صاحي طول الوقت، وأول ما يبدأ يعوز ينام أو ينعس تفوقه وتوقظه وتسيبه شوية، أول ما هيقع في النوم تصحيه تاني، وهكذا. عارف ده بينتهي بإيه؟ بيتجنن. وده مش استعارة أو تشبيه بلاغي، هو حرفيا بيتجنن. بيبدأ يهلوس ويشوف صور ويسمع أصوات مش موجودة، وكأنه بيحلم وهو صاحي، وكأنه بيعوض فقدان الأحلام أثناء النوم بأنه يحلم أثناء الصحيان. وفي تفسيرات بيولوجية مخية لهذه الظاهرة بالتفصيل. برضو مش بس كده، اللي بياخد أي دواء من اللي بيؤثروا على مرحلة حركة العين السريعة وبالتالي بيمنعوا الأحلام، مخهم بيبدأ يتأثر، وبتبدأ الوظائف المعرفية عندهم تتدهور، الذاكرة، التركيز والإدراك، وكأنهم بيحصل لهم حالة من التعطل الذهني والعقلي لمجرد إنهم مش بيحلموا. الأحلام بتعمل كل ده؟ الإجابة لا، الأحلام مش بتعمل كل ده، الأحلام بتعمل أكتر من كده بكتير. الفص الأيمن من مخك بيشتغل أثناء الأحلام وكأنك صاحي بالظبط. الفص ده هو المسؤول عن الإبداع والصور والألوان، ومخك بيستهلك جلوكوز وإنت بتحلم قد اللي بيستهلكه وإنت صاحي. عملية الحلم بتحتاج طاقة رهيبة جدا، علشان كده وللمفاجأة انت وزنك بيقل وانت بتحلم، لأن عقلك شغال زي الدينامو الضخم عمال يولد طاقة، والطاقة بتتحول لخيال وصور وأصوات وحكايات وأفلام. كولشستر، إنجلترا، ديسمبر 2007. انت عارف الناس بتحب السينما ليه يا محمد؟ ليه يا دكتور روبرت؟ لأنها زي الحلم. السينما زي الأحلام. تعرف إن الحلم ليه وظيفة؟ في الحقيقة مش وظيفة واحدة، هو ليه حوالي 100 وظيفة، نعرف منهم حوالي 10 مثلا، هنتكلم عنهم بالتفصيل في فصل قادم علشان تكون هضمت واستوعبت الفصل ده كويس. احنا مش بس بنحلم، الحلم مش رفاهية، الحلم مش صدفة، الحلم مش مجرد ظاهرة بيولوجية. احنا حرفيا لو بطلنا نحلم هنموت. هي تتجاوز